السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم ثلاثه الوصفات اللي كيجيو زوينين بزاف وكيجيو رائعين وفي نفس الوقت اقتصاديين. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم ميني بسبوسه او بسبوسه فرديين بالكريمه، وغادي نحضر معكم فطائر اللي كيجيو زوينين بزاف وكيجيو رائعين بحشوه اللي كتكون اقتصاديه. وغادي نحضر معكم واحد الكيكه بالخمسه المعالق ديال الزيت النباتيه اللي كتجي رائعه وكتجي زوينه بزاف. وكنتمنى حبيباتي الا كانت اول زياره لكم للقناه ديالي كنتمنى تشتركوا في القناه وتبارطاجيوها مع العائله ديالكم والاصدقاء. الا كنتي اختي اول مره كتزوري قناتي مرحبا بك عندي و100 الف مرحبا. اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس باش تبقاي توصلي بكل جديد من عندي ان شاء الله. وما تنساونيش حبيباتي من لي لايك ديالكم باش هكا الفيديو كيطلع لناس اخرين. وخليكم مع الفيديو حتى الاخير. وطريقه التحضير والمكونات بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نحضر معكم بسبوسه فرديين. عندي زوج بيضات يكونوا بدرجه حراره الغرفه. كنضيف لهم هنايا كيس ديال الفانيل التنسيم او تقدروا تنسموا بالقشر ديال الحامض. وعندي هنايا 4 المعالق ديال السكر حبيبات، حيت ما غاديش نكثر السكر غادي نسقي البسبوسه ديالي بالسيرو. وعندي 4 المعالق ديال الزيت النباتيه. غادي نضيف لهم هنايا كاس ديال الحليب يكون بدرجه حراره الغرفه. ضروري من الحليب ما يكونش بارد، يكون يعني الا بغيتو تخدموا به وكان عندكم في الثلاجه خرجوه من قبل. وعندي هنايا الكوك او جوز الهند، انا اختاريت هنايا الغليظ، ما ديروش الرقيق، ديروا النوعيه اللي كتكون غليظه. الا كان عندكم في الدار رقيق تقدروا تغربلوه، حيدوا داك الرقيق وضيفوا داك الغليظ في البسبوسات ديالكم، راه كيجي فيهم زوين. وغادي نخلط هنا المكونات ديالي كما كتشوفوا غير بالخلاط اليدوي حتى كيندمجوا مع بعضياتهم مزيان. وكنضيف هنايا 2 كؤوس ديال السميده اللي خاصه بالحرشه والبسبوسه. وضفت كيس ديال الخميره ديال الحلوى الوزن ديالو 7 غرام. وغادي نخلط المكونات مزيان حتى كتخلط السميده مزيان مع السوائل بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. بعد ما خلطت الخليط ديالي مزيان وندمجوا المكونات مع بعضياتهم كما كتشوفوا هنايا انا حضرت ليمون قبل ما نخلط الخليط ديال البسبوسه. بالنسبه لليمون عندي هاد الليمون اللي كيكونوا فرديين، دهنتهم بالزبده ورشيت فيهم شويه ديال السميده. وقطعت هاد الورق هذا ديال الزبده اللي غادي نديرو في الكاع ديال الليمون باش البسبوسه ما تلصقليش. من الاحسن حضروا ليمون ديالكم هما الاولى عاد باش تخلطوا الخليط ديال البسبوسه. وهنايا غادي نعمر ليمون ديالي بهاد الطريقه هذه اللي كتشوفوا. غادي ندير غير معلقه ونص ولا 2 معالق باش نخلي واحد الفراغ في الليمون، حيت غادي ندير فيه غادي ندير من فوق البسبوسه غادي ندير الكريمه. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى كنعمر الليمون اللي عندي كاملين. عندي هنايا 8 الليمون. بالنسبه لهاد المكونات اللي عطيت لكم كيعطيوني 8 الحبات ديال البسبوسات اللي كيكونوا فرديين. بعد ما كنعمرهم وكنقادهم مزيان هنايا غادي ندخلهم للفرن يطيبوا. بالنسبه للفرن حتى كنبغيو ندخلوا البسبوسات ديالنا كنشعلت الفرن ونقصت له على نار مهيله. غادي نشعلوا لهم النار غير من التحت حتى كيطيبوا كيتحمروا في الجناب. غادي نشعلوا عليهم النار من الفوق وحتى يتحمروا ويولوا على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. وهنايا غادي نسقي البسبوسات ديالي وهما سخونين. عندي هنايا عندي السيرو ديال الحامض والسكر. درت كاس ديال السكر حبيبات وزدت عليه كاس معامرس ديال الماء العبار بكاس العنبه. وزدت 3 شرائح ديال الحامض وخليتهم فوق النار على نار مهيله حتى كيطيبوا مزيان وكيطلق داك الحامض، كيطلق النسمه ديال القشور ديال الحامض وكتطلق ديك الحموضه ديالو. وسقيت البسبوسات ديالي بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. وهنايا عندي 6 ديال الحليب. غادي نحضر معكم هنا الكريمه. ضفت لها 3 المعالق ديال السكر حبيبات حيت وضفت 3 أو 4 المكعبات ديال الفرماج. وكنضيف هنايا 3 المعالق ديال النشا او مايزينا. وغادي نخلط المكونات مزيان مع بعضياتهم وكنرفع الكاسرونه فوق النار على نار مهيله ومع التحريك المستمر حتى كتعقد ديك الكريمه مزيان. هنايا غادي نحيد البسبوسات ديالي بليمون بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. كندير واحد الموس في الجناب حتى نتاكد مزيان بلا البسبوسه ما لاصقاش في الليمون. وكنحيد داك الورق هذاك اللي كنت درته في الاول، يعني اللي كنت درته من التحت كنحيدو بهذه الطريقه اللي كتشوفوا كيتحيد بكل سهوله. وها نتوما تشوفوا البسبوسه ملي كطيب وكتشرب السيرو كي كتجي راه كتجي زوينه البنات وكتجي فتيه. وهنايا كنردهم في نفس ليمون كنحيد يعني غير كنحيد داك الورق وكنحيدهم كنتاكد بلا ما لاصقينش في الليمون وكنحيد داك الورق وكنولي نردهم في نفس ليمون. بالنسبه لهاد الليمون البنات اللي كتردوا البسبوسات ديالكم مسحوا لهم الجوانب باش ما كتبقاش فيهم داك السميده وكتجي لاصقه في الكريمه وكتجي باينه، يعني مسحوهم مزيان باش كيجي هكا المنظر ديال البسبوسات ديالكم كيجي زوين وكتعطي لهم واحد النظره يعني زوينه. كتجي الكريمه بيضه والبسبوسات كيجي اللون ديالهم بوحدو لتحت والكريمه كتبان من الفوق بيضه.
كما كتشوفوا هنايا كنحيد ديك الورق وكنردهم في نفس لي مول. كما قلت لكم مسحوا لي مول، الجناب ديال لي مول ديالكم مسحوهم باش كتحيد ديك السميده. وهنايا بعد ما طابت الكريمه وعقدت مزيان وتماسكت مزيان بهذه الطريقه اللي كتشوفوا، كنضيف لها واحد دانون بالنكهه ديال الفاني او الياغورت بالنكهه ديال الفاني. كنخلطو مزيان. وهنا غادي نعمر الكريمه من فوق البسبوسه بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنعمر الكريمه من فوق البسبوسه، حتى كنعمر ليمون اللي عندي كاملين. وهنايا غادي نخلي الكريمه او البسبوسه ديالي يرتاحوا على الاقل 2 سوايع حتى كيبردوا مزيان وكتمسك ديك الكريمه مزيان. كما كتشوفوا هنايا كتشد مزيان من فوق البسبوسه. كندير واحد الموس اللي كيكون ماضي غير في الجنب، وكنحايد البسبوسات ديالي بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا راه كتحايد بكل سهوله. غير نفضوا دوك ليمون مع يديكم وكتحايد بكل سهوله. كما كتشوفوا هنايا غادي نحايد معكم 2 ولا 3. بالنسبه لهذه راني كنت تاكدت منها حيدتها من قبل. هانتوما تشوفوا راه كيتحايدوا بكل سهوله، حيت البسبوسه راه كنكونوا حايدناها وحايدنا الورق، حيت غير الكريمه اللي كتكون لاصقه في الجناب ديال الليمون. كما كتشوفوا هنايا هانتوما تشوفوا كندير الموس غير في الجنب. بالنسبه للموس يكون رقيق ويكون ماضي كنديرو غير في الجنب. كنتاكد بلا الكريمه ما لاصقاش وكنفضهم بعيد مع يديا بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا، وكيتحايدوا بكل سهوله. وهانتوما تشوفوا كيبقاو محافظين على الشكل ديالهم، يعني ما كيضيعوش ولا ديك الكريمه كتحايد على البسبوسه. هانتوما تشوفوا يعني كيبقاو محافظين على الشكل ديالهم. وهنايا بالنسبه للتزيين انا غادي نزينهم بشويه ديال الكاوكاو اللي كيكون مهرمش. بالنسبه للتزيين كما قلت لكم على حسب الرغبه، كل واحد والرغبه ديالو في التزيين. تقدروا تزينوهم باش ما بغيتو ولا تخليوهم غير هكاك. انا زينتهم بشويه ديال الكاوكاو مهرمش ودرت شويه الحبات ديال الكرز معسل بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا. انا درت هذا اللون هذا اللي كيكون في الخضر، الصراحه عطى لهم اللون زوين، الابيض مع الخضر جا زوين بزاف. وكنحطهم في طبق ديال التقديم بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا. نفرشوا لهم هذا البابي هذا وكنحطوهم في طبق ديال التقديم. الصراحه الله كيجيو زوينين بزاف وكيجيو رائعين، لا من ناحيه الشكل ديالهم ولا المذاق. صدقونا البنات غير عطيوهم وقتهم، يعني حضروهم هما الاولى حيت كيحتاجوا وقت كتير باش كيبردوا. وهنا غادي ندوز نحضر معكم الفطائر المالحين اللي كيجيو زوينين بزاف وحتى هما كيجيو رائعين. عندي 3 زلايف نتاع دقيق فورس، كنضيف له واحد 3 المعالق ديال الزيت النباتيه، وضفت الملح على حسب الذوق، ضفت معلقه ديال الخميره، ضفت هنايا واحد المعلقه ديال السكر حبيبات، وكنضيف واحد المعلقه ديال الخل. ضروري ما ديروا الخل في هاد الفطائر هادو حيت كيعطيوهم واحد الهشاشه وكيجيو زوينين. عندي بياض ديال البيضه والصفار غادي نخليه ندهن به الفطائر ديالي. وضفت هنايا واحد الكيس ديال الخميره ديال الحلوه. وغادي كنعجن العجينه ديالي بالحليب اللي كيكون دافي. تقدروا تخلطوا الماء مع الحليب، يعني كيعطي نتيجه زوينه لهاد الفطائر هادو. كنضيف الحليب بالتدريج وكنخلط وكنعجن العجينه في نفس الوقت. بالنسبه للعجينه ماشي ضروري تدلكوها بزاف، يعني كتعجن غير واحد شويه حتى كنجمعها مزيان. بالنسبه للعجينه تكون شويه قاصحه، ما تكونش مرخوفه وما تكونش قاصحه بزاف، يعني تجي العجينه عاديه كما كتشوفوا هنايا. العجينه ما جاياش مرخوفه بزاف وما جاياش قاصحه. غادي نغطيها وغادي نخليها في شي بلاصات اللي تكون دافيه حتى كتخمر وكيضاعف الحجم ديالها مزيان. وهنايا غادي ندوز نحضر معكم الحشوه. بالنسبه للحشوه عندي هنايا 2 بصلات مشلضين، كنضيف لهم 3 الحبات ديال الجزر او الزروديه محكوكه، وضفت هنايا واحد القرعه او الكورجيت اللي كتكون محكوكه حتى هي، ضفت غير حبه وحده. ضفت لها هنايا واحد 3 المعالق ديال الزيت النباتيه، ما تكثروش الزيت حيت هاد الحشوه خصها تجي ناشفه. وضفت شويه ديال الملح على حسب الذوق. كنخلي غير حتى كيتنزلوا دوك الخضر مزيان وكيطيبوا كيتشحروا مزيان. ضفت لهم هنايا شويه ديال الصدر ديال الدجاج. بالنسبه للصدر ديروا الكميه اللي بغيتو، ماشي ضروري تكثروا، يعني غير واحد شويه كيكفي في هذه الحشوه وكتجي بنينه وكتجي زوينه. وبالنسبه للتوابل انا درت راس معلقه ديال التحميره او البابريكا، درت راس معلقه ديال الكمون، ودرت راس معلقه ديال الخرقوم، درت راس معلقه ديال الابزار حيت تقطع لي المقطع فاش كنت كندير التوابل. غادي نخلي هاد الحشوه او هاد الشرموله حتى كتشحر مزيان وكتشرب داك الماء اللي كيكون في الخضر مزيان. وهنايا بعد ما حضرت الحشوه كنخليها كتبرد. كما كتشوفوا هنايا بعد ما خمرات العجينه وضاعف الحجم ديالها، هنايا غادي نقسم العجينه ديالي الكرات
كرات صغيورين كما كتشوفوا هنايا. بالنسبه للعجينه ما كندهنوهاش بالزيت النباتيه، غادي نقطعوها وكنحطوا دوك الكرات ديال العجينه نحطوهم في الدقيق كما كتشوفوا. كنرشوا شويه ديال الدقيق على الرخامه وكنحطوا من فوق منها دوك الكرات باش ما يلصقولناش. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى كنقطع العجينه اللي عندي كامله. بعد ما كنقطع العجينه ديالي وكنساليها كنخلي دوك الكرات كيرتاحوا غير 5 دقائق ولا 6 دقائق على ما يرتاحوا باش كيساعدونا مزيان ملي كنكونوا نطلقوهم. هنايا غادي نمشي لاول كره قطعتها غادي نطلقها بالدلاك بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا. كنرشوا الدقيق فورس وكنطلقوها بهذه الطريقه هذه على شكل دائري. بالنسبه لهاد الفطائر هادو غادي نطلقوا العجينه مزيان، خصها تجي شويه رقيقه ما تبقاش غليظه باش ما يجيولاش معجنين من الداخل. كما كتشوفوا هنايا غادي نعمر الحشوه بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا. غادي ندير معلقه او معلقه ونص في كل وحده. وهنايا بالنسبه للفرماج تقدروا ديروا الفرماج اللي متوفر عندكم. انا متوفر عندي هذا الفرماج هذا اللي كيكون مثلث. قسمت كل حبه على زوج درت فيهم الداخل بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا. وكنجمع الفطائر ديالي بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا. كنعطي لهم واحد الشكل اللي كيجيو مثلثين بهذه الطريقه هذه وكنضغط مزيان باش ملي كندخلوهم الفران يطيبوا ما كتخرجش منهم الحشوه من التحت. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنسالي الفطائر اللي عندي كاملين. انا طلقتهم كاملين وعمرتهم كاملين بالحشوه وبديت عاد كنشكلهم. اي وحده شكلتها كنديرها في الصفيحه اللي كتدخل الفرن ومفرشه بالورق ديال الزبده. هنايا كنخليهم المره الثانيه يخمروا غير واحد شويه، يعني ما كنخليهمش يخمروا بزاف، يعني حتى كيضاعف الحجم ديالهم. كنخليهم 15 دقيقه او 10 دقائق غير واحد شويه يخمروا. وهنايا كما كتشوفوا هنايا كندهنهم بالبيض، بيضه كامله مع شويه ديال الخل. كندهن لهم الوجه ديالهم وكنزينهم هكا بشويه ديال الزيتون اللي كيكون في الاسود، وكنزين بشويه ديال المعدنوس غير هكا الورقه ديال المعدنوس هكا كما كتشوفوا. وبالنسبه للتزيين على حسب الرغبه، كل واحد والرغبه ديالو في التزيين. هنايا بعد ما كنزينهم كنرشهم شويه ديال الجنجلان البيض. هنايا كندخلهم الفران يطيبوا، اللي كيكون الفران كيكون سخون قبل ما ندخلوهم يطيبوا. كنشعلوا لهم النار غير من التحت حتى كيتحمروا، كطلع لهم الحموره في الجناب. كنشعلوا عليهم النار من الفوق حتى كيتحمروا على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. كما كتشوفوا هنايا كيجيو زوينين. وهنايا غادي ندوز نحضر معكم كيكه اللي كتجي زوينه وكتجي رائعه وفي نفس الوقت اقتصاديه. عندي زوج بيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، عندي كيس ديال الفانيل التنسيم، عندي كاس ديال السكر حبيبات، كاس ديال الحليب يكون بدرجه حراره الغرفه، وعندي هنايا 4 المعالق ديال الزيت النباتيه ما كنفوتوهمش، يعني غير 4 المعالق. عندي واحد القرصه نتاع الملحه لتصحيح الذوق. غادي نخلط المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كيتخلطوا مزيان دوك المكونات، يعني السوائل كيتخلطوا مزيان مع بعضياتهم وكنحسوا بالسكر بحال اللي كيذوب واحد شويه. هنايا غادي نضيف هنايا 2 معالق ديال الكاكاو، ضروري ما نغربلوهم باش ما يبقاوش بهم دوك الحبيبات ديال الكاكاو. وكنضيف 2 اكياس ديال الخميره. بالنسبه للكاكاو انا استعملت هنا المر. 2 اكياس ديال الخميره الوزن ديالهم 7 غرام. وضفت هنايا كاس ديال دقيق فورس العبار بكاس العنبه. غادي نغربل المكونات مزيان مع بعضياتهم. بالنسبه لهذا الخليط هذا رفد لي 2 كؤوس ديال الدقيق. كما كتشوفوا هنايا العبار بكاس العنبه درت 2 كؤوس اللي رفد لي هذا الخليط هذا. كنخلط مزيان المكونات مع بعضياتهم حتى كيندمجوا مع بعضياتهم مزيان. كما كتشوفوا هنايا ملي كنرفعوا يدينا للفوق الخليط ديال الكيكه راه جاي شويه ثقيل ما جايش خفيف بزاف. كما كتشوفوا هنايا ها انتم تشوفوا الخليط جاي شويه ثقيل ما جايش خفيف. ملي كنرفعوا يدينا للفوق وكيهبط الخليط ديال الكيك يعني ما كيتختفاش بسرعه. عندي هنايا المول اللي دهنته بالزبده ورشيته بشويه ديال الدقيق فورس وكنكب فيه الخليط ديالي بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا. وكندخلوا الكيكه ديالنا للفرن طيب على نار اللي كتكون مهيله. بالنسبه للنار كتكون شمعه كتكون ناقصه بزاف. كنشعلوا لها النار غير من التحت حتى كطيب وكتطلق الريحه ديال الطياب، يعني الكيكه غير كطيب راه كتطلق الريحه ديالها راه طابت. عاد باش كنحلوا عليها وكنشوفوا لها الا لقيناها طايبه مزيان كنشعلوا عليها النار من الفوق، يعني راه ما كيتبانش فيها الحموريه البنات. هنايا كما كتشوفوا الكيكه ديالنا راه فيها الكاكاو، غير كنديروا هكا يدينا من الفوق كنلقاوها ناشفه وكنحيدوها. وهنايا غادي ندير واحد الموس في الجناب ديال الكيكه كنتاكد واش ما لاصقاش وكنقلبها في شي طبسيل بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا. يعني الكيكه كنحيدها وهي سخونه كما كتشوفوا هنايا الكيكه جات رطبه وجات هشيشه، يعني راها واضحه.
وهنا غادي ندوز نحضر معكم الكلاصاج باش غادي نسقي هاد الكيكه هادي. عندي نص كاس ديال الحليب، ضفت له هنايا 14 قطعه ديال الشوكولات اللي كيكون يعني الشوكولات كالا، ضفت 14 قطعه. بعد ما بردات الكيكه مزيان كنسقيها هنايا بالحليب اللي كيكون بارد بهاد الطريقه هذه اللي كتشوفوا. بالنسبه لذاك الكلاصاج رديته فوق النار على نار مهيله وكنحرك حتى كيذوب داك الشوكولات مزيان، وكنكبوا الكيكه ديالي من الفوق بهاد الطريقه هذه اللي كتشوفوا. كما كتشوفوا هنايا كنكبوا بهاد الطريقه هذه. كنديروا الكيكه ديالنا فوق شي شبكه هكا ديال الكيك وكنحطوها في شي طبسيل باش داك الخليط اللي كيهبط كنعاودو نهزوه وكنردوه من فوق الكيكه حتى كيشد عليها مزيان. بالنسبه لهذا الخليط هذا راه دغيا كيجمد، يعني ماشي كيجمد كيبقى شويه راتب بصح دغيا كيشد على الكيكه. والطريقه ديال التزيين على حسب الرغبه ديالكم. انا درت هاد الحبيبات ديال الشوكولات بهاد الطريقه هذه اللي كيكونوا في الابيض وكيكونوا هكا في القهوي كما كتشوفوا هنايا. بعد ما ساليت الاطباق ديالي هذا هو الشكل ديالهم النهائي. ها نتوما تشوفوا كي جاو رائعين وجاو زوينين بزاف. غادي نقطع معكم القطعه ديال الكيكه وتشوفوا كي جات من الداخل والقوام ديالها جا رائع وجات زوينه بزاف. واخا غير ب4 المعالق ديال الزيت الكيكه راها جات زوينه بزاف وجات واعره. البنات جربوها. ها نتوما تشوفوا القوام ديالها كي جات من الداخل. ها نتوما تشوفوا الشكل ديالها كي جا الكيكه البنات جات رطبه وجات هشيشه من الداخل، جات رائعه. البنات جربوها وغير القوام ديالها راه باين بلا راها جات زينه. وهنايا كما كتشوفوا البسبوسه بعد ما بردات وتمسكت فيها الكريمه مزيان. وها نتوما تشوفوا الشكل ديالها كي جا، لا من ناحيه الشكل ديالها ولا المذاق جات رائعه وجات زوينه بزاف. ها نتوما تشوفوا عن قرب يعني جات زوينه وجات فيها الكريمه باينه، والبسبوسه جات فتيه البنات من الداخل وجات زوينه بزاف. وهنايا بالنسبه للفطائر بعد ما بردوا وحطيتهم في طبق التقديم. ها نتوما تشوفوا الشكل ديالهم كي جاو رائعين وجاو خفاف البنات جاو ريشه. وها نتوما تشوفوا كي جاو غير الشكل ديالهم راه باين يعني جاو زوينين بزاف وما جايينش فيهم العجينه بزاف، هي جايين خفاف وجايين عامرين من الداخل بالحشوه. وها نتوما تشوفوا الشكل ديالهم جاو زوينين بزاف. يعني بالنسبه للبسبوسه ولا الكيكه ولا الفطائر جاو رائعين وجاو زوينين بزاف لا من ناحيه الشكل ديالهم ولا المذاق. وكنتمنى البنات الا عجبكم الفيديو ديالي بطبيعه الحال ما تنساونيش من اللايك ديالكم وما تنساونيش من التعليق ديالكم الزوينه اللي كتشجعني. وشكرا لكم بزاف. الا كنتي اختي اول مره كتزوري قناتي مرحبا بكم 100 الف مرحبا. اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس باش تبقاي توصلي بكل جديد من عندي ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف مره اخرى وما تنساونيش من اللايك وشي تعليق زوين بحالكم. ومع السلامه الى الفيديو المقبل ان شاء الله. في امان الله.